حاسس ان انا لوحدي قوي. يا عماد حاولت اتكلم مع تشات جي بي تي ما خدش ودنا معايا في الكلام، غالبا لاني مش مشترك في البريميوم. تاجر قط، تاجر مخدرات. هو انا فعلا طلع لي اخ؟ انا لو بابا الله يرحمه كان جاب لي اخ، هو ما قاليش ليه؟ سلطان ده عشرة عمري. يا بخلي الله. العيل اللي يفكر يبلغ عن اخوه يبقى جبان ونتل وما بيصلش رحمه. ازيك يا كوثر؟ اخوك تاجر مخدرات وكمان عايزك تشتغل. السيجاره دي فيها ايه؟ تيتو، انديكا وستيفا، نص الكميه تقريبا. عملتها ازاي دي؟ وحشتني انت قوي. نفسك عقد. انت عندك نادي؟ حجاج كلاب. النهارده فرصه عندك. حط مين اللي حاجات دي؟ احنا بصراحه بقينا نتشائم منك. حاجه اسمها كده يعني. يا نهار اسود الراجل يحس كل ما نعمل فرق يموت. ده بقى في الشنط بره. انا عايزه ابقى مراتك قدام الناس. عايز اللي عمل السيجاره. اي شغلك. جود جوب. تقدر عملت كام من 10 في موضوع الثقه. انا قلت بتاع ثقه عمياء. ما تسهر مع فتيات ليه؟ اعوذ بالله، انت عايز نعمل الحرامه دكتور؟ اخوك ده ايه؟ ابن كلب، مفيش راجل يدخل البيت ده طول ما انا مش موجود فيه. حتى حاجات باستثناء حاجات. مراتي انت اول حد مني. ثق فيا. ثق. اصل هي ما ثق. حضرتك انت فاهمني غلط خالص. تالت برطمان في ودني. انت يا سلطان. انا مش هفضل اعيش ولا انت عشان اعمل حاجات غلط معاك. عو 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 عو. انت عايز منين ايه يا عم؟ انا برضه تعبان معايا كده يا حكايه. اضرب المربوط يخاف السايب. ازيكم عاملين ايه؟ سلطان بعد وفاة ابوه بيروح البيت بيكتشف ان عنده مخدرات وانه كان تاجر مخدرات كبير، وطلع برضه بيتاجر في الصنف. ما كانش يعرف طول الفتره اللي فاتت دي انه اخو حد يموت بيهدده هو صاحبه لو ما كملش هيموتهم. غالبا لاني مش هو ضرب عندهم وبعد كده بيقول له ان ابوه كان مشهور جدا في المجال ده، انه كده ياسر راح لو فضل يكمل معاه. سلطان لما بيصحى وبيقول له انا ما ينفعش اعمل للناس ادويه الصبح وبالليل عامل لهم سموم، يحاول يتاجر في صنف الحشيش ويستفاد من خبره اخوه في الكيمياء ويستغلها ضده، يشرب سجارة عشان يعرف عن خبرته، وبعد كده بيخلي اخوه يعمل صنف جديد وبعد كده بيستغله وينشره وسط التجار، وبعد كده بيجبره هو وصاحبه لما ضميره يصحى فكروا بانه بيموته هو وصاحبه. بعد كده بيكلم زميلته في الشغل دكتورة زيه انها تساعده ويعني يحبها وبيروح يتقدم لها، وفجأة انها بتكتشف ان اخوه بيقنعه انه يعمل لهم سموم منيح. سلطان بيتكلم مع اخوه بيقول له لما انا لي اخ ليه ابويا ما يعمليش؟ اخوه بيقنعه ان لو ما كملش معاه كده ما بيصلش رحم، وصاحبه متمرمر معاه كل شويه يرد كل شويه يهدده انه يقطع حته من جسمه لو اخوه ما سمعش كلامه ونفذ كل حرف منه. بيتفق بعد كده وحبيبته بيبلغه عن القط مساعدة صاحبه واخوه هيهرب يحاول يعتني شغله معاه. ما تنسوش لايك وسبسكرايب للدعم. شكرا ليك، سلام.